اشمعنى انت اللي رحت ايطاليا؟ رحت يعني امي سفرتني؟ الناس كلها طلعت تقول لامك جحده، امك قلبها جامد اللي هي ترميك في الميه عند 14 سنه. يابا احنا كنا تحت الصفر. كان ابويا راجل غلبان واحنا 3 صبيان، ومفيش حد بيدي لحد جنيه. شغال على الونش وانا عندي 11 سنه. اشتغلت على الونش واشتغلت في العاشر واشتغلت في كل حته مرمطوه. ومهما اشتغل ومهما اعمل مش هعمل جنيه لنفسي ولا لاخواتي. اقسم بالله. امه كان بيصعب عليها حالي. كانت تقول لي انت 3 صبيان ده يا مصطفى، لو انت كبير اخواتك. انا امي ما حبيتش حد قد في اخواتي، وما عزتش حد قد. في الاخر كان ايامها كانوا بيسفروا لايطاليا من على طريق اسكندريه. بلطيم. استلفت من طوب الارض. وعملنا قرض على الحزه بتاع سيدي. وقالت لي هتسافر يا مصطفى. قلت لها يا اما انا خايف. قالت لي عمار بدل الله يا ابني. 3 صبيان لازم تعمل لنفسك حاجه. مش عاوز اشوفك لما تبقى كبير قدامي كده ومش عارف اجوزك. ولا عاوز اشوفك فيهم عامل مشاكل، ولا قاعده في مصر كانت هتعمل مشاكل. ومهما تشتغل مش هتلاقي. فسافرت. فقعدت 7 ايام في الماء ودخلت ايه؟ الصليب الاحمر. لما خرجت بعدها بفتره الناس تحكي لي ايام ما كنت انا في الصليب الاحمر، امي ما تعرفش عني حاجه، كانت بتموت نفسها وكانت تقعد تعيط ليل ونهار. فالام ما فيش حن عليها، مش حن منها في الدنيا. امك الحاجه الوحيده الحب الصادق. يعني الناس اللي بتقول امك قلبها جامد يا سوس المال، امي مش قلبها جامد ولا حاجه. دي سنه الحياه. هنقعد في مصر، هقعد في مصر اعمل ايه واحنا 3 صبيان وابويا ما كانش حيلته الله ده. فسافرت وربنا كرمني، وممكن يكون عديت من بحر وربنا استر معايا عشان دعاتهم. وبعد كده جه اخويا مين الصغير. كنتش عاوز اسفره واتخانقت معاه. وهو اتخانق معاه مولع، قال له ما انا اسافر وسافر. وبعد كده جه اخويا التالت. ربنا استر علينا عشان امنا غلبانه. مفيش ام قلبها جامد على عيالها، بس الام بتحب تشوف عيالها في احسن حاجه. كنت قاعد في مصر اشتغل ايه؟ اشتغل طول عمري على التل اشيل واحط؟ كنت هجوز نفسي؟ كنت اعمل حاجه لنفسي؟ لا.